امرأة تقتل زوجها لأنه تزوج عليها. ايش؟ معقول؟ زمان قرأت مقولة تقول احذر غضب النساء فإنك لا تتوقع ردة فعلهن، بس اليوم صدمني خبر قتل زوجة لزوجها في الضالع. ايش الخبر وايش اللي حصل؟ خلونا نقرأ الخبر مع بعض ونشوف لوين وصل حالنا. الخبر يقول أقدمت امرأة في مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع اليوم الاثنين على قتل زوجها، وقالت المعلومات أن المواطن أحمد جراب المهاجري أحد أهالي مدينة دمت قتل صباح اليوم برصاص أطلقتها عليه زوجته الأولى أثناء ما كان يستقل سيارته بالقرب من منزله. وأشارت المعلومات إلى أن المهاجر سبق وتزوج بامرأة ثانية ودخل بخلافات مع زوجته الأولى مما دفعها إلى إطلاق النار عليه وقتله. وبحسب المعلومات فإن الجهات الأمنية في الضالع ألقت القبض على المرأة الجانية فور ارتكابها للجريمة. خبر صادم صح، بس الحقيقة أن هذا الخبر مش صحيح. بعد التحري والبحث والتدقيق يا جماعة لقينا الحقيقة الصادمة. دخلنا نبحث في أكثر المصادر قربا للحقيقة ووجدنا صفحة أخو المجني عليه واللي اسمه صدام المهاجري. شوفوا يا جماعة إيش قال صدام المهاجري على صفحته بالفيسبوك. قال في البداية أولا خالص العزاء وعظيم المواساة لنا ولأبناء فقيدنا الغالي أحمد قاسم جراب المهاجري وإلى أهل المهاجري جميعا في دمت والحشاء وماوية والضالع وإب وقعطبة، وذلك بفقدان رجل عزيز على القبيلة كريم الأصل والطباع ورجل من رجالها الكرام بعمل غادر وجبان تم التخطيط له والإعداد مسبقا وتنفيذه بأيادي قريبة وبتخطيط مسبق وتصفيته على يد زوجته التي تنتسب إلى قبيلة الغرباني. ونؤكد أن ما تم تداوله من أخبار أنه تم قتله من أجل أنه يريد الزواج بأخرى، حيث نؤكد أن هذه الزوجة هي الثانية بعد الطلاق الأولى والتي هي ابنة عمه ولها منها 5 أولاد وبنتان. والزوجة الأولى بنت عمنا بنت مصلح جراب المهاجري أم يوسف وهي أم لأولادها 7 ولا علاقة لها بما حصل حيث قد انفصل قبل عامين. والثانية بنت البحيري الغرباني تزوجها قبل 2 سنين وأنجبت له طفل قبل 7 أشهر، فهي اللي نفذت الجريمة بمشاركة أبوها وإخوتها. وقال إن الذي نريده من السلطة في دمت الكشف عن هوية هذا المنتسب والأسباب الذي دفعته لإعطاء السلاح لوالدها وكيف وصل السلاح إلى يد هذه المجرمة حتى لا يحدث لبس في القضية. وبقية المنشور ذكر فيه أنهم لن يسقطوا حقهم في القصاص من زوجته الثانية القاتلة، وطالب سلطات الأمر الواقع من أنهم يخلوا مسؤوليتهم من هذه الجريمة ويقوموا بتسليم المتهمة والبحث والكشف عن حقائق هذه الجريمة. والصادم في الموضوع يا جماعة أن الزوجة الثانية قد حاولت قتله من قبل مثل ما قال صدام المهاجري في منشوره، وقال وأننا نؤكد أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها المجرمة على هذا العمل، حيث وقد قامت بوضع السم له سابقا واعترفت بذلك بمقطع صوتي فيما بعد. يعني الزوجة الثانية قد حاولت قتله من قبل لكنها فشلت واعترفت بهذا في مقطع صوتي. وأخيرا قال كلمتين مهمة صراحة، قال إلى الأبواق المنحرفين عن القيم والأخلاق اللي يريدون تمييع القضية وأخذ القضية من باب السخرية والنكت والضحك، زادكم الله مما أنتم فيه من وضاعة ودناءة ولا عتاب على ناقصي الشرف والمروءة. رحم الله فقيدنا أحمد قاسم جراب المهاجري ولا نامت أعين المتشدقين. صراحة يا جماعة الموضوع غير قابل للضحك صراحة، لكن للأسف بنشوف منشورات كثيرة بأخذ الموضوع من باب النكتة والزبج، وهذا صراحة شيء لا يجوز. خلاصة الموضوع يا جماعة، الزوجة الأولى بريئة من عمليات القتل وهي أصلا مطلقة وعايشة مع أولادها في بيتها الخاص، أما القاتلة الحقيقية فهي الزوجة الثانية. والصادم في الموضوع أنه بمساعدة والدها وأخوتها حسب أقوال أخو المجني عليه صدام المهاجري. والله يا جماعة خبر صادم جدا لما تشوف أن الجرائم أصبحت سهلة وبسيطة وبمتناول الجميع حتى النساء اللي يعتبروا أرق قلوبا والأحن وغيرها من المصطلحات اللي تدل على أن المرأة مستحيل تسوي هذا الشيء. مش عارف ايش اقوله بايش انهي الفيديو، لكن اتمنى ان يلاقي الجناة جزاهم الرادع وباسرع وقت حتى يكونوا عبرة لكل الناس اللي تسوي لهم انفسهم بالقتل. وبس هذا كان فيديو اليوم، اكتبوا لي تعليقاتكم على الموضوع ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونشوفكم على خير.